يقبل المنظر الإسلامي. طيب وهو مسلم. نعم أنا عايز أركز المشروع للدولة مشروع الدولة الإسلامية في الشام والعراق كما هو العنوان المقروء. هو مشروع الإسلام. أنت مو مسلم؟ تطبيق شرع الله. أنت مو مسلم يا أخي. نعم. لماذا تستحي من دينك؟ أنت مسلم يا دكتور ولا لا؟ الحمد لله. نحن نريد أن ديننا يحكمنا. والدين الإسلامي في أصول المحاكمات هو دين أسس على العدل ويحارب الظلم على غير المسلمين. يقولون أن الإسلاميين وأن دولة الإسلام تقوم بتهديم الكنائس مثلا. مع أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر في الحروب الذي هو أساس الحكم لدولة الإسلام. من هو أساس الحكم للمسلمين والإسلاميين؟ القرآن وأحاديث المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب: للمسلمين دينهم ولليهود دينهم وللنصارى دينهم لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين إلا من أثم أو فسق أو رتق فلا يوبقن إلا نفسه. تمام. ما حصل في الرقة وموضوع الكنائس، وأريد أن أطلع عليه لو سمحت لي والدكتور معي، أن حينما انتهت أو يعني أغلب تواجد الدولة الأسدية انتهت من الرقة. استلموها وتم إعلان تحرير الرقة منذ شهور. وتم إعلانها من شهور، ولكن الرقة وأحبابي وقرايبي وأهلي أهل الرقة وأعمامنا أهل الرقة وإخواننا أهل الرقة يعلمون أن محافظة الرقة وكر من أوكار البعث ووكر من أوكار الشيعة. نعم أعلم. ووكر من أوكار هذين العنوانين يكفي. يعني من 5 سنين على هذه الشاشة المباركة نبهت أن هناك 5 حسينات تم بنائهم في الرقة. المهم من 5 سنوات فقاموا يا أخي الكريم بعدما انتهى تواجد الأسد شكلا ومضمونا في الرقة هناك كنيسة بدأت بفعل معين. نحن نعلم أن الكنائس في كل العالم لا تدق نواقيسها وأجراسها فقط يوم الأحد. صح ولا لا؟ ويحدث هذا في مصر حتى عادي. هذا موعد صلاتهم وموعد عبادتهم لله وهذا شأنهم يوم إجازتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقر حريتهم التعبدية والدينية والعقدية لأنه لا إكراه في الدين، ولكم دينكم ولنا ولي دين. فقامت هذه الكنائس بأمر غريب يا أخي، كأنها تعلن الحداد على بشار الأسد. كان يوم إيه؟ كل يوم من الأيام نحن نؤذن المسلمين 5 مرات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. كل ما يؤذن المؤذنين في الرقة الأجراس تدق. كل ما يؤذن المؤذن الأجراس تدق 4 أيام. ثم أرسل إليهم وقلنا لهم: يا جيران يا جيراننا، أنتم ماذا هذا الفعل منكم ولماذا تقومون بهذا؟ هل هو حزن على بشار يعني أم ماذا؟ لو نفذتم هذا ثانية سوف نهدم الكنائس ونفجرها أمام الناس. نعم. وأمامكم 3 أيام لكي تنتهوا عن هذا العمل. ثم ذهبنا. ثاني يوم فجاءوا ناس يلبسون وقاموا بانتحال صفة لدولة الشام والعراق وقاموا بما قاموا به. لو فعلنا هذا لتكلمنا ولا نخاف إلا الله، لأننا يعني إذا من فجر ربما يكون نظام نفسه. نحن الآن وجهاز الأمن التابع لدولة الإسلام والعراق سوف يأتي بهم بإذن الله. كما اتهمونا بالقصص بحلب وكما يتهموننا أيضا بباولو. وكل المصائب تفتعل والإرهابيين والمتشددين وغير ذلك، ونحن لا نهتم بالإعلام والإعلام كله مسيس علينا. طيب يعني كنيسة فجرت، يعني آلاف المساجد فجرها بشار بإذن صليبي وغير ذلك، يعني لماذا لم يصور العالم الغربي الديمقراطي الذي يدعي حرية العبادة ويعني الحفاظ على دور العبادة وغير ذلك؟ هدم مسجد خالد بن الوليد يعني رضي الله عنه وارضاه أستاذ محمد. نعم. ومقابلها 2500 مسجد هدموا. يا دكتور معاذ، مات 100 نصراني. مات في سوريا 600,000 سني، وبيتكلموا على حسينية مرة من 6-7 شهور وحتى تناولتها في حلقة هنا. حسينية هدمت. طب والمساجد اللي هدمت يعني حسينية أعز على الله الذي يمارس فيها الكفر من مساجد الله التي يذكر فيها اسمه. طيب دكتور دامس، يعني تنظيم دولة العراق والشام الإسلامي